السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مرة بتشوفيني انا شيماء ودي قناتي، اتمنى تشتركي فيها وما تنسيش تفعلي زر الجرس علشان يوصلك مني كل جديد. وخدي كمان جولة في القناة، ان شاء الله هتلاقي فيها شوية افكار وشوية معلومات هتفيدك. وقبل ما نبدأ، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بما اننا الشهر ده عندنا شوية مصاريف زيادة بسبب دخول الدراسة علينا. فانا بصراحة قلت لا، انا اول ما هاخد المصروف مش هنزل اشتري حاجات بيتي بالشهر. انا هقسمهم اسبوعين اسبوعين كده، واحاول ان انا الم الدنيا شوية على قد ما اقدر. يعني مش عايزة اخد مصروفي في اول الشهر وانزل كل مرة واحدة اجيب فيه خزين واحطه في البيت، وبعد كده الاقي نفسي لا، انا محتاجة فلوس بسبب دخلة المدارس علينا. وحبيت كمان ان انا اوفر شوية الشهر دوت، فقلت يعني اكتر حاجة هعرف اوفر منها وهي المنظفات. ما جبتش بصراحة منظفات شركات خالص، نزلت لمحل منظفات واشتريت من عنده كل حاجة سايبة بالكيلو، وجبت برضو على قد الاسبوعين زي ما قلت لكم. جبت كيس باهي كيلو ونص معايا، كان ب65 جنيه. بصراحة باهي جميل ورغوته حلوة، والكيس ده ان شاء الله هيقضيني كمان اسبوعين. عايزين نغسله بقى هدوم المدارس، عايزين نغسله الشنط، عايزين برضو لو في اي تنظيفات او اي حاجة كده في البيت هنعملها. فانا بالنسبة لي بتوفير او من غير توفير انا كنت بجيب اصلا باهي سعره كويس، والكمية بتاعته كمان كويسة ب65 جنيه. وجبت كمان ازازة شامبو سباركل 350 ملي، دي كان سعرها 50 جنيه. بصراحة سباركل من ارخص يعني الشامبوهات اللي موجودة في السوق. يعني في حاجات سعرها طبعا اعلى من كده، فانا قلت مش مشكلة. سباركل برضو كويس وحلو، هيمشيني الفترة دي. زي ما قلت لكم ده كان سعره 50 جنيه. نيجي بقى لأكتر حاجة هعرف اوفر فيها وهي المنظفات. انا اشتريت لتر صابون سائل ب10 جنيه. اهم حاجة بس يكون المحل اللي انت هتشتري من عنده حاجات تكون نضيفة. الصابون بتاعه يكون تخين، ما يكونش بينشف الايد، ويكون كمان رغوته عالية. انا بصراحة لما كان اوكسي بيخلص من عندي فكنت بضطر كده اشتري لتر نص لتر عبال ما المرتب بتاعي ينزل واجيب صابون تاني. فكنت دايما اجرب محلات، بس استقريت في الاخر على محل معين كده انا برتاح في الصابون بتاعه. فلما بحب اشتري اي حاجة سايبة بجيب على طول من المحل ده. جبت كمان معايا نص كيلو كوليريكس الوان. ده كان سعره تقريبا 7.5 او 8 جنيه. حلو برضو، بيعمل رغوة حلوة وبينضف معايا اي بقع اي حاجة في التنظيفات برضو. بيبقى كويس. شايفين انا عمالة اقلب لكم الكيس يمين وشمال كده علشان اوريكم قد ايه هو تخين. في محلات بتبيعه وبيبقى خفيف مية كده، فدوت ما بيبقاش حلو. وعايزه اقول لكم كمان ان الكولوريكس الالوان مع خل وشويه ميه في بخاخه، ورشيه على البوتاجاز ورشيه على السيراميك حوالين البوتاجاز كده. فظيع بصراحه، وبينضف اي حاجه على طول من غير تعب ولا مجهود. بقى كده احنا نضفنا وعقمنا الدنيا حوالينا علشان الخل يعني كله في بخاخه واحده. نيجي بعد كده للصابون. انا اشتريت صابونتين. الصابونه الحمرا دي اسمها انجليش ليزر، فظيعه، ريحتها رهيبه رهيبه. سعرها 13 جنيه. جبت كمان صابونه سافانا ب15 جنيه. بس خدوا بالكم لو حبيتوا تشتروا الانجليش ليزر دي تفتحوها من جوه وتشوفوا اهم حاجه ان الصابونه بتكون مغلفه بكيس، لان نزل منها في السوق نفس العلبه الكرتون اللي بره، بس من جوه مش مغلفه، وبتكون ريحتها بصراحه مش ثابته زي الاصليه. فجربوها حلوه وما بتبوش كمان بسرعه. وجبت كمان نص دوني ب6 جنيه. هو الراجل قال لي فيه عندي اللتر ب12، وعندي اللتر ب15، وعندي اللتر ب20. فانا قلت له ايه الفرق ما بينهم؟ قال لي الروايح بتاعتهم. قلت له لا، انا عايزه الريحه بتاعت الدوني الاصليه. قال لي ديت اللتر ب12 جنيه والنص ب6. فبصراحه انا جبت نص، يعني بيبقى حلو كده. احط شويه في الفوط بالذات، كمان بتدي ريحه حلوه قوي للفوط لما تيجي تطلعيها وتستخدميها. وجبت كمان نص ديتول للارضيات دوت سعره 7.5 برضو. بيدي تعقيم حلو للارض وبيدي ريحه حلوه. انا بصراحه كنت دايما بحب اشتري بريحه الخوخ، بس انا ما لقيتش عنده. قال لي دوت الريحه الاصليه بتاعه الديتول. فقلت له تمام ماشي، هات نص لتر. جبت كمان نص كلور خام، ده كان ب7 جنيه برضو.
الحاجات دي كلها ان شاء الله هتكفيني لمدة اسبوعين كده، مع الاستخدام اللي هو بالعقل، يعني مش ايه نكب كده وندلدق حاجات كتير، لا بالعقل كده ان شاء الله الحاجات دي كلها هتكفي معايا اسبوعين. حاولت ان انا اجيب اهم حاجة في المنظفات اساسية، وفرت عليا اكيد كتير. يعني بدل ما كنت بروح اجيب بند الصابون السائل ده لوحده ب95 جنيه اللي هو الاوكسي، فانا اعتقد انا جبت شوية المنظفات دي اللي هي في كيس سايبة، ما كملتش اصلا ال50 جنيه. وبالنسبة للرول اون فاضي انا ما اشتريتهمش بصراحة، هم كانوا عندي للي كانوا متابعين الفيديو بتاع الشهر اللي فات، دول كانوا عندي من الشهر اللي فات. فاحنا نحاول ان احنا يعني ندور على بدايل وما نوقفش نفسنا. مش معنى ان احنا الدنيا مزنقة شوية يبقى الدنيا خلاص هتقف، لا، هي بتبقى الدنيا كده على الناس كلها، حبة كده وحبة كده، شهر كده وشهر كده اقلل شوية في المنظفات، استرخص شوية مش عارفة في حاجة تانية، بس المهم ان هي في الاخر تديني نفس النتيجة. وزي ما قلت لكم اكتر حاجة هنعرف ان احنا نوفر منها هي المنظفات، لان هي ما تعتبرش يعني اكل وشرب. انا مش هروح استرخص في حاجة هاكلها وهشربها ليا ولولادي، واجيب حاجات مثلا بايظة، حاجات جودتها وحشة، لا. اللي ممكن ان انا اتنازل عنده واجيب جودة اقل شوية هي المنظفات، فعادي يعني منظفات سايبة مش هتضايقني في حاجة الشهر دوت. دي بقى الاهم حاجة في طلبات البيت الاساسية، وهو الخزين الاساسي. انا الاسبوعين دول هستخدم 2 كيلو ونص رز. بصراحة اشتريت كيلو ونص بس، الكيس دوت كان عندي لسه من الشهر اللي فات ما كنتش استخدمته. مع رز، مع اسفة، مع مكرونة، مع عيش، الدنيا هتبقى كويسة معايا. أسرة 4 أفراد، 2 كيلو ونص رز بالنسبة لها مع كيلو ونص مثلا مكرونة، مع مرتين 3 أو مرتين عيش، مع مرة بمعجنات وكده، فالدنيا هتبقى معايا تمام. وجبت الرز سعر الكيلو ب27 جنيه. نيجي بعد كده للمكرونة، انا جبت 3 انصاص. بصراحة بحس ان المكرونة السايبة بتبقى موفرة اكتر من المكرونة اللي هي في الاكياس. النص كيلو بيبقى نص كيلو كده 500 جرام كامل على بعضه، الكياس بتبقى 400، فبحس ان هما بصراحة مفهومش بركة. بس اللي بيشتري اهم حاجة برضو المكان يبقى كويس، المكان يبقى نظيف، العطار يبقى عليه استهلاك وطلب على طول، لون المكرونة يكون اصفر كده، ما يكونش ابيض مجير كده او تحسوا ان هي عليها زي نشا كتير او دقيق كتير. كل دوت بيفرق في الاخر خالص في النتيجة بعد السوا. شايفين المكرونة الاسباجيتي صفرة ازاي؟ انتي قبل ما تشتري برضو بصي عند العطار اللي هتجيبي منه لون المكرونة ايه، بصي فيها كده في الكيس من تحت، اقلبيه كده وبصي فيه، لو لقيتي فيه اي حاجة لونها اسود كده، لقيتي فيها فرافيت مكرونة رفيعة، يبقى المكرونة دي كده مش نظيفة وفيها سوسة. واشتريت كمان ربع كيلو شعرية، وكان عندي تقريبا زي بربع كيلو برضو تانيين في العلبة في التربو، فانا الكمية دي بالنسبة لي كده هتبقى حلوة قوي لمدة اسبوعين. نص كيلو المكرونة كان عامل 12 جنيه او 11 جنيه تقريبا، وانا جبت كيلو ونص مكرونة. نيجي بعد كده لأهم حاجة وهي الدقيق. مش كل الناس بتحب يبقى عندها دقيق وتخبز او كده، انا بصراحة مش من الناس دي، يعني ما بحبش ان انا اعجن كتير او اعمل مخبوزات كتير، بس لازم طبعا يعني على الاقل كل شهر يكون فيه 2 كيلو 2 كيلو ونص دقيق كده. فانا جبت كيلو، قلت هقسمه على مرتين، حبيت اعمل كيكة للولاد، حبيت اعمل لهم مرة حجازية، حبيت كمان اعمل نص كيلو كده بيتزاية، يعني في وجبة غدا بيتزتين 3 كده للغدا بنص كيلو دقيق. فالدقيق من الحاجات الأساسية اللي هي تكون موجودة عندنا للناس اللي ما بتحبش الخبيز، لازم يكون برضو موجود عندك دقيق. إنما للناس اللي بتحب الخبيز لا، أكيد بتشتري بكميات أكتر من كده بكتير. وجبت كمان ب20 جنيه كركديه. الكركديه حلو في السقعة في الحر دوت، بيرطب كده وبيبقى منعش يعني، وبيروق لنا أعصابنا ويروق الدم كده. واشتريت كمان كيسين قهوة ابو عوف، الكيس بيقعد معايا اسبوع.
احنا مش من محبي الشاي بصراحة، لا احنا بنفضل يعني بنستهلك قهوة كتير يعني اكتر من الشاي. فممكن الباكو الصغير اللي هو ب 15 جنيه يقعد معايا الشهر كله. انما القهوة لا، بشتري كل اسبوع كيس قهوة ابو عوف. اشتريت الكيس ب75 جنيه من عند الماركت عندي في الشارع. بس لما روحت للعطار لقيته بيبيعه ب72 جنيه. فهو البني بالذات يعني سعره بتاع ابو عوف ده، في ناس بتبيعه ب72 وفي ناس بتبيعه ب75. ما اشتريتش بصراحة علبة سمنة الشهر دوت، يعني اكتفيت قلت هشتري نص كيلو سايبة كده وافضيه في البرطمان عادي، مفيش اي مشكلة طالما هيقضي لي الغرض. دي كانت روابي، قلت للراجل عايزاها روابي. وكان عندي كمان من الشهر اللي فات بواقي الزبدة دي بتاعت فر، فمع النص كيلو سمنة دي كده حلو يعني، والدنيا هتمشي معايا. جبت كمان ربع كيلو غلة، غلة بليلة هعملها برضو للولاد كده، بتبقى حلوة للفطار او للعشاء. حبيت ان انا اعملها بشوية لبن ونشا واحطها لهم كده زي الرز بلبن في التلاجة وتبقى عاشورة. بتبقى حلوة برضو، والبليلة من الحاجات المغذية. ومن اساسيات البيت برضو جبت كيس ملح ب6 جنيه. مفيش بيت طبعا بيستغنى عن كيس ملح، فقلت اجيبه بالمرة بدل ما انساه ويعجز معايا يعني في طبخة كده ملاقيش ملح. وجبت 4 اكياس كوفي بريك. انا ما بحبوش بصراحة، بس ابني يعني هو اللي بيحب الحاجات ال 3 in 1 والكوفي بريك والحاجات دي. فجبت له 4 اكياس ب20 جنيه. وقلت بقى بما ان الدنيا يعني ملمومة معايا شوية في المصاريف، فانا اعمل لهم اي حاجة حلوة بدل ما يشتروها من بره. جبت نص كيلو دقيق سبونج من عند محل مستلزمات الحلواني. وجبت كمان مش فاكرة بصراحة ده كان طبن كريم شانتيه ولا كان ب30 جنيه بصراحة. فقلت في يوم كده اخر النهار هبقى اعمل لهم تورتايه وازينها بالكريم شانتيه، وتبقى حاجة حلوة برضو عملناها للولاد في البيت. ما اشتريتش بصراحة زيت خالص الاسبوعين دول. الحبة دول باقيين معايا من الشهر اللي فات. وهجيب كمان ازازتين زيت وكيسين سكر من بتوع التموين. فانا احاول على قد ما اقدر ان انا اخلي الكمية دي ان شاء الله تكفيني على مدار الاسبوعين. وبعد الاسبوعين بقى يبقى يحلها ربنا، نبقى نشتري كمان ازازة كده ولا حاجة تمشينا برضو بقية الاسبوعين الباقيين في اخر الشهر. نحاول على قد ما نقدر ما نعملش حاجات مثلا مقلية في الزيت كتير، نستبدلها بندخلها في الفرن حتى لو بتنجان اي حاجة. نستبدل الكلام ده كله بدخوله الفرن علشان اقلل استخدام الزيت بتاعي. وجبت كمان معايا ربع كيلو فشار كان ب9 جنيه، بس بنتي كانت فضيته هنا فما حبيتش ان انا ارجعه تاني للكيس بتاعه. نيجي بعد كده بقى البند الفطار. انا اشتريت 8 بيضات، ومعرفش هما كانوا 8 ليه، تقريبا كانوا هما دول بباقي الفلوس اللي كانت معايا في المحفظة يعني، وانا في السوبر ماركت. لو حبيت ان انا اشتري مثلا كمان 5 بيضات على الاسبوع التاني اكيد هشتري، مفيش اي مشكلة. وجبت كمان ربع كيلو جبنة تركي ب60 جنيه تقريبا او ب65 جنيه. على الاسبوع اللي جاي ممكن اشتري كمان 8 كيلو جبنة تركي. الجبنة التركي من الحاجات اللي الكبير والصغير كلهم بيحبوها. فهي بتبقى حلوة كده بصراحة في سندوتش يعني كده بتفتح النفس. وجبت كمان ربع كيلو جبنة كيري سايبة من السوبر ماركت برضو. دي من غير اي اضافات يعني، اللي هي مش بالبسطرمة او بالزيتون او كده، لا كيري عادية. جبت كمان علبة عبور لاند فيتا، كان بقالي كتير كتير قوي يعني، عايزه اقول لكم ان انا بقالي تقريبا بتاع سنه ونص ما جبتهاش. كنت دايما بجيب للولاد اللي هي الرودس الطبيعي او مزارع دينا، بس ما بقوش يحبوا مزارع دينا بيقولوا لي مراره كده شويه، وبصراحه بيبقى فيها شويه ميه. بقيت اجيب لهم رودس الطبيعي بس زهقوا منها، بقى يقولوا لي احنا بقينا نزهق من طعم اللبن الزياده اللي فيها. فبصراحه جبت لهم الربع كيلو دي. انا عارفه ان هي مش صحيه، بس لو يعني كل فين وفين اجيب لهم علبة كده مفيش مشاكل. ومعايا كمان المربى دي كانت باقية من الشهر اللي فات. بصراحة الحاجات السكريات ما بتكونش افضل حاجة في الصيف، الولاد ما بتحبش الحاجات اللي بيبقى فيها السكر عالي قوي كده في الصيف، ما عدا طبعا النوتيلا بيحبوها صيف شتاء، ما عندهمش مشاكل فيها لو هياكلوها كل يوم يعني. وجبت كمان كيلو ونص لبن المراعي.
للولاد. انا مش بحبه بصراحة، وهما ما بيحبوش اللبن البلدي. فجبت الكيلو ونص دوت ليهم، وجبت نص كيلو دوت ليا. يعني حبيت ان انا اشربه مع النسكافيه، حبيت ان انا اشرب شاي بلبن ولا حاجة. ساعات نفسي برضو، يعني انا مش من محبي الشاي بلبن قوي، بس ساعات برضو نفسي بتروح عليه. فهي دي الحاجات اللي انا جبتها ان شاء الله للفطار. عارفة ان هي مش هتكفي اسبوعين، زي ما قلت لكم هجيب كمان 5 بيضات عليهم. ممكن اجيب كمان تمن جبنة تركي عليها، يا اما استبدل مثلا التمن التركي واجيب مكانه ربع كيلو جبنة قريش. الجبنة القريش من الحاجات الحلوة والحاجات المغذية كمان. ممكن برضو في يوم اعمل لهم كيكاية تمشيني يومين للفطار كده. ممكن الولاد برضو تاخد المكرونة الاسباجيتي دي وتعملها بديل الاندومي في البيت، بيعملوها بكركم كده وبمرقة، وبتبقى حلوة للعشاء. عندي كمان البليلة دي ممكن برضو استخدمها سواء كان فطار او عشاء. من ضمن الافكار برضو اللي ينفع ان انا استخدمها للفطار والعشاء، البطاطس رخيصة اليومين دول، كيلو ب10 وكيلو وربع ل10. وفي ناس كمان والله بتبيع الكيلو ونص ب10. فانتي ممكن تجيبي ب10 جنيه بطاطس وتسلقيها وتهرسيها للولاد مع حتة زبدة كده، بتكون حلوة قوي، وشوية ملح وفلفل عليها، بتكون جميلة بصراحة في السندوتشات. ممكن برضو تحمري لهم شوية بطاطس كده مع كيس كاتشب وكيس مايونيز، سواء كان للفطار او للعشاء. هيكون حلو. الولاد كلها برضو بتحب البطاطس المحمرة. فانا كده معايا للفطار والعشاء كيلو ربع بطاطس او كيلو ونص بطاطس ب10، ومعايا كمان نقوله 10 بيضات، ومعايا ربع كيلو غلة بليلة، ومعايا مربى، ومعايا جبنة، ممكن جبنة قريش كمان، ومعايا جبنة تركي. فمعايا كذا اختيار للفطار. نيجي بقى الأهم بند، وهو البروتين دوت اللي بيحدد لنا الوجبات بتاعتنا هتبقى ماشية عاملة ازاي، او ايه هي الأصناف اللي انا هعملها طول الأسبوع او طول الأسبوعين دول. انا جبت كيلو الا ربع مفروم، خليت الراجل يحط لي ربع لوحده ونص كيلو لوحده. لسه ما قررتش بصراحة هعمل ايه، هعمل بيهم ايه يعني. وجبت كمان ربع كيلو صدق. الصدق من الحاجات الحلوة برضو اللي بتنجزنا كده كوجبة كده في نص الأسبوع، بتبقى حلوة وخفيفة. الكيلو الا ربع المفروم دوت، انا ممكن اعمل النص كيلو دوت على بعضه. لو مثلا هشويها او هدخلها الفرن وتحتيها كام حلقة بطاطس كده، يا اما ممكن ان انا اقسم النص دوت على ربعين واعمله مثلا في صينية بشاميل، في صينية جلاش، اعمل كفتة رز. فانا معايا دلوقتي الكيلو الا ربع مفروم ده، يا هيشغلني اكلتين يا اما هيشغلني 3 اكلات. ومعايا كمان ربع كيلو صدق، يبقى انا كده معايا في اللحوم 4 اكلات على مدار الاسبوعين. اما بالنسبه ل 400 جنيه دول، انا بصراحه كنت المفروض انزل اشتري بيهم فرختين، بس كنت اليوم ده بصراحه نزلت واشتريت الحاجات دي كلها. فكنت خلاص مش قادره بقى ان انا اطلع وارص الحاجات دي وابدا انزل تاني لسه اجيب فراخ، والفراخ اكيد عايزه تنظيف في ساعتها وفي يوميها. فقلت خلاص مش مشكله، هخلي الفراخ هشتريها في يوم تاني. فانا عامله حسابي ال 400 جنيه دول هجيب بيهم فراخ زي ما يطلعوا، فرختين بحسب ما يطلعوا بقى وزنهم. وطبعا انتوا عارفين ان كل ما يكون وزنها كبير، كل ما هتكون افضل وترمي معايا عدد وجبات اكتر. ولو انتي مش عايزه تشتري فراخ صحيحه، مفيش مشكله. انتي بقى بال 400 جنيه دول انتي مشي نفسك ووظفي امورك، هتشتري اوراق، هتشتري اجنحه، هتشتري كبد وقوانص، حاجه بقى ترجع لك انتي. بس انا بالنسبه لي 400 جنيه دول هنزل اجيب بيهم فراخ، وان شاء الله هطلع منهم 5 وجبات. وبالنسبه لل100 جنيه دي هتكون اكله سمك. الولاد دلوقتي ما بقاش ليهم تقل قوي على السمك. الاول كنت بعمله مره كل اسبوع، دلوقتي لا، عايزينه مره كل فين وفين. بالنسبه لي الحاجات دي كلها هتكون يعني معقوله معايا لمده اسبوعين. لسه عندي خضار من الاسبوع اللي فات ما نزلتش لسه، اشتريت خضار هبقى اشتريه ان شاء الله يوم الفراخ. يا رب يكون الفيديو عجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله.